شفنا عربيه ولعت، وشفنا برضو عربيه يعني واحد راح للتوكيل فبيشتكي ان مفيش اصلا قطع غيار هناك، في معاملات وحشه جدا من التوكيلات كتير. ف يعني ما نشتريش عربيات، نعمل ايه طيب؟ لا يا صاحبي، هقول لك على الخلاصه بتاعت الحوار ده او الزتونه بتاعت الحوار ده ايه. صلي على النبي. اول حاجه، مفيش عربيه من غير مشاكل. يعني بتلاقي حتى العربيات الالماني فيها مشاكل. طب الالماني مشكلتها في ايه؟ ممكن تلاقي الاسعار، معلش يعني، سعر العربيه نفسه غالي، كمان الصيانات غاليه، العربيات مثلا قطع غيارها غاليه، فده كله بيصب في ايه، في حوار ايه اللي فيها مشكله، اللي كده سعرها غالي. طبعا الالماني معروف مش محتاج كلام، ده اقوى عربيات في السوق، بس انا بتكلم في ايه، ان هو هنا في مشكله. فانت مش هتلاقي عربيه ما فيهاش مشكله. يعني سكودا، عربيه ولعت تبع سكودا، صاحبتها مشيت بيها 850 كيلو متر يا دوب، ماشي والعربيه ولعت ما تعرفش من ايه، وحصل الحوار ده، وربنا ايه يعافينا كلنا ويسترها معانا، كلنا ماشيين على طريق. بس القصه ايه؟ هل معنى كده ان سكودا دي وحشه؟ هل معنى كده ان انا رايح اشتري سكودا؟ لا والله مش شاري، معلش يعني، ده حصل الشيء الفلاني. لا، عربيه سكودا ماشيه بقى لها سنين في السوق، ولسه هتمشي كمان، وعلامه على فكره اعتماديه جدا. بس وارد جدا ان عربيه معينه يحصل فيها مشكله. ادي اول حاجه. تاني حاجه، طب التوكيل او التوكيلات، معلش انا يعني ادفع في عربيه دم قلبي واروح اشتري اصلا من التوكيل نفسه، وبعد كده اروح للتوكيل بمشكله يقول لي لا والله ما اعرفكش، لا والله اصلا القطعه دي مش موجوده عندي، لسه هجيبها من الصين، او من مش عارف منين او منين او منين، او لا والله انت تعرف تجيبها هاتها انت، او الحته دي مثلا فانوس مش عارف ب 25,000، قطع غيار غاليه، تعامل اصلا وحش مع الناس. بنشوف الكلام ده كله. ده برضو حله ايه او معناه ايه؟ برضو يا جماعه مفيش توكيل في مصر سالك بنسبه يعتبر 90%. التوكيلات كلها عندها مشاكل. في توكيلات بتنزل عربيات باسعار خرافيه، اسعار مش منطقيه اصلا، مش ماشيه مع الاسعار اللي في السوق. لكن مش هتلاقي حاجه اسمها لتوكيل بنسبه 100% تمام، لا، التوكيلات كلها عندها مشاكل. فانت مفيش حاجه اسمها ان انت ما تجيبش عربيه عشان التوكيل، لا. في توكيلات مثلا انت بتلاقي فيه منها مشاكل، بمعنى كلمه مشاكل. في توكيل مثلا ماسك كذا علامه في السوق، مايل ناحيه علامه وعلامه ثانيه مش بيوفر لها قطع الغيار. في توكيل تاني بينزل عربيات باسعار مثلا في توكيل بيسيب المعارض تلعب باسعار عربيات الكوره، تاخد العربيه من دول تحط عليها اوفر برايس قد كده وبعد كده تبيع، والمستهلك برضه في الاخر ممكن يلاقي نفسه بيشتري عشان العربيه نفسها اعتماديه وتبع علامه اعتماديه. يعني التوكيلات كلها عندها مشاكل. الحاجه اللي غير ده كله يا صاحبي، معلش دي حاجه انت مساهم فيها، هي ايه؟ شوف حضرتك بتجيب معلومتك منين. يعني انت بتتابع مجال العربيات، سواء انت بتحب المجال او سواء انت هتشتري عربيه، ممكن عشان عربيه بتفكر مثلا بتاخد فكره الكلام ده كله. شوف انت بتتابع مين. هل انت مثلا بتجيب من على موقع، من على مثلا من على النت، مواقع النت وكده متصفح والكلام ده كله؟ خد بالك ان في مواقع بتبقى مثلا ليها يعني ايه، بتبيع اصلا عربيات معينه. في مواقع تانية اصلا بتبقى انت داخل موقع بتلاقي فيه يعني موقع بتاع الشركه، هتلاقيه بص يفخم لك في العربيه. ولا بتتابع عن طريق السوشيال ميديا، تيك توك بقى، يوتيوب، انستجرام، فيس، الكلام ده كله. خد بالك من اللقطه دي. اللقطه دي انت بالنسبه لك بتشكل يعتبر بنسبه كبيره جدا، يعتبر ايه اللي انت بتتابعه. بمعنى هقول لك، انت النهارده بتتابع واحد بيعمم، يقول لك الصيني كله تعبان بس ما بتجيبش الصيني خالص. واحد تاني يقول لك لا الالماني ما فيش زيه، واحد تالت يقول لك لا والله الكوري والياباني، واحد رابع يقول لك لا الصيني ده شكرا ده 10 على 10. ما فيش حاجه اسمها الكلام ده. ما الصيني فيه وفيه، والكوري فيه وفيه، والياباني فيه وفيه، والالماني فيه وفيه. ما فيش حاجه اسمها ان انت تلاقي إيه عشان خاطر مثلا بلد معينه منشا معين، بلد منشا معين فوالله 100 100، لا، كل حاجه فيها وفيها. في عربيات في الصيني عامله بص مبيعات جامده جدا، وعربيات فعلا اعتماديه جدا. في مثلا حاجه في الالماني لا حلو، في حاجه مثلا في مثلا وليكن في الكوري، في الياباني. في واحد مثلا وليكن يطلع يقول لك ايه، العربيه دي بص عامله ازاي، دي طلقه، تشتري، دي اعمل، تسوي، والله بص منظومه الحركه دي اعتماديه جدا. فحضرتك دلوقتي اللي بتحدد حاجه زي كده، بتتفرج على واحد بتلاقيه عمال يشكر في حاجه معينه، وحاجه تانيه يقول لك لا 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 ما فيش الكلام ده. لا، انا النهارده عندي عقل وعندي دماغ افكر بيها. لقيت واحد متوجه او واحد مثلا هو دايما ماشي ورا حوار الريتش بقى واللايك والايه والحاجات اللي هي الحلوه دي، واشتراكات وسبسكرايب والكلام ده كله. فعشان كده مش هنقول لك بيبيع ضميره، بس على الاقل بيتكلم مثلا بيعمم، بيجي على حاجه معينه ويعمم فيها. فده معلش انت مش هتاخد منه حاجه اللي هو غير اللي هو عايز يديها لك. يعني حتى خش حاول مثلا تكلمه وتقول له لا والله ده انت هتبص تلاقي ممكن يعني معلش يعني يصدك. ممكن بتوصل مثلا الناس بيشتموا. لكن حضرتك بمنتهى البساطه انت ليك حريه الراي وحريه التعبير وحريه المتابعه، تابعه وما تتابعوش. لو لقيت انا نفسي بقول لك حاجه زي كده ما تتابعنيش، فانت ما يعني ايه، ما تتابعش حد متوجه، ما تتابعش حد ماشي ناحيه حاجه معينه، بيعمل في حاجه معينه. لقيت ان الراجل ده مثلا واخد عربيه بالتوكيل فبيشكر فيها، خلاص انت فهمت القصه، مش محتاج حد تقول له، خلاص انت فهمتها. فلا والله انت عندك حق، خش على غيره وغيره 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 وكون معلومه.
لو انت بتتفرج على مجال العربيات بس كمجال عربيات، خلاص انت ممكن تاخد المعلومه من اي حد. لكن والله انا رايح اشتري، لا رايح اشتري يبقى استنى عندك. على فكره انا اديك مثلا معلومه او اديك حاجه كده تاخدها ليك انت، نصيحه ليك انت. اكتر حاجه موثوق فيها في حوار ان انت تشتري عربيه هو جروب الملاك بتاع الفيس، وبعد كده بتاع الواتس. ليه؟ الناس دي اشترت فعندها مشاكل فبتتكلم فيها. ده واحد اشترى خلاص مش هيطبل العربيه الا لو هو فعلا مثلا اشترى وعايز يبيع فعايز يخلص منها، العربيه جامده ومش عارف ايه وكده عشان انت تشتريها ماشي. لكن خلاص هو ده العربيه فلقى فيها مثلا وحشه في حاجه معينه فيقول دي وحشه في حاجه معينه، لا ده حلوه في حاجه معينه هيقول لك حلوه في حاجه معينه. فهتخش حاجه زي كده حرفيا من جروبات الملاك بتاعه الفيس او بتاعه الواتس، هتلاقي نفسك تستفيد، هتلاقي نفسك تقدر فعلا تقارن وتشتري. طبعا جروبات الفيس انت تقدر تتابع، جروبات الواتس بيبقى على طول شغاله دايركت، ممكن تلاقي مثلا 1000 رساله وانت مش عارف تجيب يا عيني منها، فتابع حاجه زي كده. هتقول يعني اليوتيوب والحاجات دي، لا اقول لك ماشي، انت انا قصدي ان دي اول حاجه حطهم كده اول نقطتين عندك، جروبات الملاك بتاعت الفيس ثم جروبات الملاك بتاعت الواتس. ثم بعد كده ممكن فعلا تتابع فلان موثوق فيه، تتابع مثلا تخش على السوشيال ميديا بتاعت فلان، على تيك توك بتاع فلان. انت بقى بتكون فكره، اصل انت مش رايح تشتري سمك في ميه، انت لو هتشتري خلاص انت اصبر استنى، ما تتابعش وخلاص او ما تروحش تجري وخلاص، لا الا بقى لو انت معلش بتدفع فلوس دي وانت مش شقيان فيها. ما فيش حاجه اسمها ما تشتريش عربيه، لا اشتري وانبسط طالما انت خدت قرار، طالما انت استخرت ربنا الاول بعد كده تابعت وشفت وعملت. ما فيش عربيه ما فيهاش مشاكل، ما فيش عربيه، ما فيش توكيل عربيه في مصر ما عندوش مشاكل، وفي توكيلات بتحاول تحل مشاكلها، وفي توكيلات بتحاول انها مع الوقت تسبق الزمن، في توكيلات بدات تعمل فعلا ارقام تراخيص حلوه جدا، في توكيلات ممكن تكون خلاص يعني طبعا نايمه في الذره فمش هتكمل. في نفس الوقت شوف انت بتتابع مين، شوف انت بتجيب معلومتك منين، حاجه موثوق فيها خلاص خش، حاجه مثلا لا والله شايف فيها قلق لا ما تخش. بس كده، لايك وشير وسبسكرايب، ونتقابل ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.